عارفين اكتر شغلانه عملت منها فلوس في امريكا بدات ازاي؟ بدات بواحد بيتريق على اللهجه بتاعتي، على الانجليزي بتاعي انا. بعد ما سبت الشغل مع مو في نيويورك رجعت تاني جيرسي، هنا اسمها سي سايد هايتس. معروف ان هي مدينه موسميه والناس كلها بتروحها بتشتغل فيها في الصيف، بس لما رحت هناك لقيت مدينه ساحليه على المحيط على طول وعليها بورد ووك. معظم المحلات اللي لقيتها على البورد ووك يا اما محلات جيمز زي حاجات الكرنفال اللي بنشوفها، يا اما محلات تيشيرتات، تاتوهات، بيرسينج، او حتى مطاعم وبارات. فكنت حابب ان انا اشتغل في شغلانه ما فيهاش لا كحول ولا خنزير. وانا ماشي كده على البورد ووك بسال على شغلانه في محلات بتاعه الجيمز. سالت واحده بتشتغل على محل لعب، قالت لي انا ما عنديش شغلانات، بس روح اسال كده الراجل القصير اللي قاعد في الاستاند اللي هناك ده. وابتدى بقى شابتر جديد في حياتي مع فيني. هحكي لكم بقى حكايه فيني ديت عامله ازاي. رحت كده للراجل القصير اللي قاعد ده وقلت له هاي I'm looking for a job. راح متريق عليا وقال لي new job. فانا بصراحه اتضايقت شويه، قلت له no I'm looking for a job. ما انا جامد بقى والانجليزي بتاعي حلو. راح ضحك كده قال لي alright bro come see me tomorrow at 10 o'clock. يعني تعالى لي بكره الساعه 10. فيني ده بقى كان عنده حوالي 7 محلات جيمز، منهم بالونات ومنهم باسكت بول، يعني الحاجات اللي بتشوفوها في الكرنفال. رحت تاني يوم في الميعاد بالظبط عند فيني، قال لي نط كده جوه اللعبه دي. ابتدى يعلمني ازاي انده الناس عشان يلعبوا اللعبه وما يبطلوش. فضلت اشتغل مع فيني 4 سنين. الشغلانه دي كانت من احلى الشغلانات اللي اشتغلتها واكتر فلوس فعلا عملتها في الشغلانه. اللي حصل بقى مع فيني ما يخطرش على بال حد خالص. تعالى بقى الحلقه الجايه وانا اقول استناني.